الفقير مش بس الشخص اللي ما عندوش فلوس كفاية وبيعاني عشان يدفع مقابل الخدمات الأساسية. ممكن برضه يكون موظف محترم بيقبض راتب وبدلات وحوافز ومكافآت، لكنه بيعاني عشان يغطي التزاماته ومصاريفه ومش عارف يشيل قرشين لأي حاجة طارئة. على فكرة الموضوع ده عند كتير مننا، حتى لو الراتب كويس ومعقول. طيب السؤال دلوقتي، ليه مش بنعرف نحافظ على الفلوس؟ وليه مرتبك بيخلص بدري بدري ومش بيرضى يكمل معاك لآخر الشهر وتقعد تعد الأيام اللي فاضلة لحد الشهر الجديد؟ أو إيه هي أسباب الفقر؟ والمقصود هنا الأسباب اللي أنت ممكن تتحكم فيها، أو العادات الغلط اللي عندك. واسمح لي هنا هسألك سؤال، هو أنت بتصرف فلوسك في إيه؟ لو فكرت كده هتلاقيها بتتصرف تحت بند من اتنين، يا إما التزامات واحتياجات زي الإيجار والمواصلات والبنزين والأكل والشرب والمدارس والعلاج وهكذا، أو رغبات زي الخروج والفسح والأكل الجاهز من بره واشتراك الجيم وقنوات التلفزيون وشوية الأجهزة الإلكترونية اللي أنت دايما نفسك فيها، يعني أي حاجة ممكن تستغنى عنها من غير ما يحصل لك أي حاجة. فالمفروض هنا إن أنت ترتب أولوياتك بشكل منطقي، يعني تخلص احتياجاتك الأساسية والالتزامات اللي عليك، وبعدها تشوف إيه اللي فاضل معاك وممكن تعمل بيه إيه. لكن لو حاولت تشبع رغباتك من غير ما تشيل حاجة على جنب للطوارئ أو تحوش قرشين، اللي فاضل هيخلص برضه من غير ما تعمل كل اللي كان نفسك فيه. واللي بيعمل كده مش بيفضل معاه حاجة مهما كان مرتبه. والسؤال التاني، ليه احنا بنعمل كده؟ في أسباب كتيرة، زي التباهي والتفاخر وحرصك على المكانة الاجتماعية، الموبايل الحديث والعربية واللابتوب والهدوم البراند والمدارس الانترناشونال، والسلع الاستهلاكية لما بتصدق الدعاية والإعلانات وتقنع نفسك بأهمية أي منتج بالنسبة لك، زي لما تحاول تقنع نفسك بأهمية الساعة السمارت وإن هي ضرورية وإنك فعلا محتاجها، أو لما يعجبك موبايل جديد فتبدأ تركز مع الموبايل اللي معاك وتلاقيه فجأة بقى بطيء وبيهنج والبطارية ما بقتش كويسة زي الأول وإن أنت محتاج كاميرا أحسن من اللي موجودة معاك دلوقتي. المهم إنك هتلاقي مبررات لنفسك إنك محتاج موبايل جديد، والموضوع يتنقل من الرغبة للحاجة عشان يعني ما تبقاش مقصر قدام نفسك واللي حواليك. أو اللي بيركب تاكسي أو أوبر كل يوم وهو رايح الشغل، مع وجود مواصلات مناسبة بتقوم بنفس الدور بحجة إن التاكسي أكثر راحة وأمان وخصوصية وإنه مش بيتعرض لمضايقات زي المواصلات. على فكرة كلنا هنقدر نلاقي مبررات وأعذار نستخبى وراها عشان منحسش بالذنب، الموضوع مش صعب. المهم إنك في الآخر هتلاقي في فجوة بين الدخل بتاعك وحجم الإنفاق. وهنا بتيجي المشكلة التانية، وهي إنك تقترض أو تلجأ للشراء بالفيزا أو تقسيط. العقل بيقول لو انت دخلك اقل من مصاريفك فيا اما تدور على دخل اضافي او تحاول تقلل من مصروفاتك. لكن لجوءك للحل السهل بتاع السلف والتقسيط والشراء بالفيزا ده بداية دخولك للدوامة واللي غالبا بتسحبك ويكون صعب جدا انك تخرج منها، لان الاقساط والديون دي هتبقى جزء اساسي من مصاريفك، ده غير ان هي بيكون عليها فوائد، وانك هتكون عاجز تماما عن مواجهة اي ظرف طارئ وخايف طول الوقت من فقدان دخلك او وظيفتك. فيا ريت اللي مش معاك تمنه بلاش تشتريه. حاجة كمان وهي المعتقدات الغلط. انت عارف ان 90% من المليونيرات على مستوى العالم عصاميين، يعني بنوا نفسهم بنفسهم، يعني كانوا فقراء كده زينا في الاول، فطلعوا عارفين قيمة الفلوس وانها ما جاتش بالساهل. وده السبب اللي بيخلي بعض العائلات الغنية بتخسر كتير من ثرواتها على ايد الجيل التاني بعد وفاة الاب، وده عشان ما تعلموش قيمة الفلوس اللي عندهم وما تعبوش فيها. وقيمة الفلوس ده درس مهم لازم تعلمه لولادك، فإنك تلبي طلباتهم طول الوقت وشايف إنك كده ما بتحرمهمش من حاجة وإنك أب مثالي، وتسمع كلام مامتهم لما تقولك إنهم مش أقل من أصحابهم. فأنا رأيي إن دي مش مثالية ولا حاجة كويسة طول الوقت. ولو أنت عندك وجهة نظر تانية أحب أسمعها. طيب تعمل إيه وإزاي تظبط مرتبك يكمل معاك وتجيب اللي نفسك فيه وتحوش منه كمان؟ ده بقى اللي هنتعلمه في الفيديو اللي جاي، فنتقابل قريب إن شاء الله.